للزميل العزيز الاخضر بريش كل العام. رونالدو يقود البرتغال، المنتخب البرتغالي الساعي للذهاب للنهائي. فريق التر زكريا وفي خط الهجوم شكال سجل في السويسري. بس الكرة وسط الملعب، نقلات سويسرية. شاكيري إيمان رونالدو اللي يعود من جديد لتشكيلة الفريق البرتغالي. باليو ويليام كارفاليو يلعب كرة باليسار، هذه هجمة سريعة. مدافع بوروسيا دورتموند الألماني يا شاكيري في مناطق البرتغال، لا يعني نقطة ضعف، ينتظر أي كرة. شوف الإعادة أمامنا، لمسها ولكن لم تكن لمسة قوية. شوف الإعادة، كرة شاكيري مرت قريب تصل عند اللي دائما برناردو سيلفا للأرقام. ها هو الآن البرتغال تعطش للألقاب لكسر الألي. يتذكر جيدا الغالي المنتخب البرتغالي. هذا ويليام كارفاليو فيها ندية كبيرة، رهان بلوغ الدور النهائي. الفريق الثاني يلعب بالنيفيج. رونالدو والالماني يحسبها، لم تنطلق البون. رونالدو الالماني يحسبها خطا. الالماني يعلن عن كرة ثابتة تخوف، كرة ثابتة تخوف لهذا النقاش من جانب لاعبين المنتخب السويسري. رونالدو يا سادة، انه رونالدو كرة كوالتو، انه العشاش التوية صوابها باتجاه المرمى ليؤكد البون انه الماكينة التهديفية من مسافة بعيدة يعود للتهديف اللي لا تعرف التوقف. رونالدو 86 لرونالدو بكيف بعد سنة كاملة يسجل اول هدف ليه مع منتخب بلاد البرتغال. الهدف رقم، ورونالدو يمتع الجميع. كرة تفاجأ بها الحارس سومر، كرة استمتع بها السويسري باهدافها الجميلة من كرة يمتع البرتغال. يمكن من رجع الكرة روبريغيز لتسابير يعكس كرة عرضية والكوش عبر، خاصة في لقاء الإياب أمام أتلتيكو مدريد. يرمي انطلاقة من البون، خسارة رونالدو. معايدة كبيرة كان حق بريغيز خطير. شاكيري مرر برناردو سيلفا، كرة خطيرة التغطية من كرة عند شاكيري لمبابو كان بياش التغطية. الفريق السويسري محاولة خطيرة، خطير شاب انتظر مثل هذه الكرات، كرة شابة في الدوري البرتغالي. كرة لامست العارضة، يخترق الدفاع البرتغالي. الفريق السويسري يبقى في تسلده. رونالدو وهدف يضيع جواو فيليكس. كرة ممتازة من رونالدو. 1-0 هدف الهداف والباس اللي يحير به الجميع. دراكاو شوط اول لبرتغال. رونالدو على حساب سويسرا من عمر هذا اللقاء. اما الان نعود بالصون كريستيانو رونالدو. مشاهدة الصورة للزميل الاخضر بالريش. فإلى هناك الامم الاوروبيه من مدينة رونالدو يعكس كرة عرضية. بورتو ثاني المدن البرتغالية. رونالدو يواصل التقدم، محاولة خطيرة ليجتنب بيبي. مجرى اللاعب أكانجي، محاولة شيردان شاكيري، كرة في العمق ولكن طاولة سويسرية. كرة تلعب داخل المنطقة والتغطية من بيبي. زميلوفيتش والحارس رول يمين، إمارة لفرنانديز فيها وعليها فيليكس. سيلفا رونالدو باليمين بشكل كبير على منتخب البرتغال. كرة في العمق احتسب ضربة جزاء المحامي الافوكاتو الالماني. كرة البرتغال ضربة جزاء واضحة، ماذا سيقرر؟ ولكن الحديث على كرة سويسرا قبلها. المتواصل في ضربة جزاء، ينطلق والكرة في المرمى. إذا ما زلنا منتخب سويسرا باتريسيو والفريق السويسري عبد الكفاء. وصل بريغيز، كرة على يسار الحارس. 1-1 روبريغيز السويسري تقدم للركلة. بريغيز يعبر النتيجة. روبريغيز ظهير ايسر المنتخب وباقتدار إخالة الحارس هدف في السجل اللاعب رودريغو باتريسيو. 1-1 منتخب سويسرا
اللاعب الدولي يلعب مع المنتخب السويسري منذ عام 2011. كورة ليها ثابتة اللي يحاول تغيير مساره لمدة 20 سنة دولات يتوج باللقب أمام الإعادة مرة أخرى في كرة المشاركة كانت مخيبة فيروفيتش في مونديال 86. السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. مرحبا بكم متابعينا الكرام، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا الأعزاء. في هذا الفيديو إليكم موعد وتوقيت مباراة منتخب البرتغال مع نظيره منتخب سويسرا. ولكن قبل ما ندخل بتفاصيل الفيديو التي تدعمنا بالإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات لكي يصلك كل ما هو جديد. مباراة منتخب البرتغال من أمام نظيره منتخب سويسرا، وذلك في الدورة 16 ضمن بطولة كأس العالم 2022، وستقام المباراة على أرضية ملعب استاد لويسيل. وعن القنوات الناقلة ستنقل عبر قناة بي إن سبورت ماكس 2 بصوت المعلق حافظ دراجي. وأما عن تاريخ اللقاء وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 6/12، وستبدأ صافرة الانطلاق لهذه المباراة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت اليمن والسعودية والعراق، الساعة 8 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. It's a ball in. On his head. They've done it. They lead by 2. And a header to match. His move just gave the defence one problem too many. So it's now 2 without reply. Yeah, we've seen it before that 1-0 can be a fragile scoreline, but now that they have that extra cushion, 2 should be enough.